كيف حالك يا شيخ جهاد؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حبيبي يا شيخ جهاد. شيخ جهاد ما شاء الله أنت حافظ للقرآن الكريم كامل؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. متى بدأت يا شيخ؟ وعمري 5 سنوات. اشرح لي كيف بدأ الشيخ جهاد في حفظ القرآن؟ يعني كنت أسمع نعم. إذاعة المجد للقرآن الكريم. إذاعة المجد للقرآن الكريم؟ قناة المجد للقرآن الكريم. نعم. ومن كان شيخك في البداية حفظك القرآن؟ الشيخ ميزان وفقه الله. ما شاء الله. ماذا حفظت على الشيخ ميزان؟ حفظت 7 أجزاء من القرآن الكريم. ما هي 7 أجزاء؟ من الفاتحة نعم إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام. ما شاء الله. من سورة الأنعام؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. كان هذا في أي منطقة؟ في الرياض. وبعد 7 أجزاء من القرآن أين انتقلت يا شيخ جهاد؟ انتقلت إلى المدينة المنورة. ما شاء الله. وحفظت الباقي في البيت. كيف؟ مع والدي. كيف حفظتك والدتك يا شيخ جهاد؟ كنت أحفظه عن طريق السماع. كيف؟ أي تسمع المقررة. نعم. ثم تقوم بتكراره آية آية. نعم. حتى تحفظه، ثم تقوم بتكرار سماعه، ثم تقوم بتكراره كله. نعم. ثم تقوم بتسميعه عند والدتك أو والدك، ثم إذا كان عندك شيخ نعم. فتسمعه عنده، وهكذا في اليوم التالي، وتراجع الوجه كامل. ما شاء الله. كم كنت تحفظ تقريبا في اليوم؟ نصف وجه. نصف وجه. يوميا تحفظ نصف وجه؟ كنت أحفظ نصف وجه. نعم. ووجها ووجهين حتى نعم. أتم الله علي. ما شاء الله ما شاء الله. أتم الله عليك بحفظ القرآن، وهذا أعظم كنز الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان. من عجائب هذه القصة أن والدة جهاد كانت تسمع القرآن باستمرار منذ أن كان جهاد جنينا في بطنها. ولدت جهاد استمرت تسمع القرآن وتسمع جهاد القرآن حتى بلغ من عمره 5 سنوات. والله أعلم أن لهذا السبب حفظ جهاد القرآن بإتقان. ما شاء الله ما شاء الله. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت. يا محكم القرآن يا مسكن ختوم، أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله، راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.